السلام عليكم يا طلاب الثانوية العامة. في الفيديو ده أنا جاية أقول لكم على نقطتين مهمين جدا لازم تكونوا داخلين الامتحان وانتوا متيقنين منها، وعارفة برضو ان انتوا زهقتوا وخلاص، بس هي أصلا السنة بتخلص، متوترين عشان الامتحانات خلاص قربت. بس انتوا افتكروا دايما ان انتوا هتخلصوا سنة هي تعتبر من أتقل السنين اللي ممكن تعدي عليك شخصيا، فبعد ان شاء الله الثانوية عامة هتبدأوا حياة تانية جديدة خالص. انتوا كطلاب جامعيين كل واحد هيشوف ربنا اختار له ايه وهيمشي في طريقه. فحابة انبهكم على حاجتين مهمين جدا لازم تكونوا داخلين بيهم الامتحان وانتوا عارفين ومتيقنين بالحاجتين دول. اول حاجة هي التوتر. انا عارفة التوتر ده شيء طبيعي جدا، بس زيادة التوتر عن حد في فترة الامتحان ممكن ينقلب ضدك. يعني انت لازم تكون داخل وعارف متيقن ان في اسئلة هتقابلها فكرة جديدة، ده نظام جديد، فانت ما تخافش. هو اكيد مش هيجيب فكرة من المريخ او الكلام اللي انت بتسمعه اسئلة جديدة وانت مشفتهاش قبل كده. هي ممكن تكون فكرة انت لو ركزت كويس فيها ممكن تطلع الإجابة، وده مش معناه ان انت خلاص اول ما قابلك السؤال يبقى انت خلاص مش هتعرف تحله. ممكن تكون انت بس في بداية الامتحان فدماغك مش قد كده ومتوتر وكده عشان الامتحان وكده، فممكن تسيب الأسئلة دي. يعني الأفضل ان انت تسيبها في آخر الامتحان بعد ما تخلص الأسئلة اللي انت قابلتك ولقيتها سهلة وبتحلها. خلاص لقيت مثلا هو في التوتال مثلا في الآخر 10 أسئلة انت سايبهم، ما توترش نفسك، ان شاء الله تقدر تحلهم. بعد ما تكون خلصت الأسئلة اللي انت عرفتها تيجي على 10 الأسئلة اللي هما وقفوا معاك، فتبدأ تفنطهم واحد واحد. 7 مثلا انت جبت مثلا إجابتهم ولقيتهم أصلا ان هما سهلين، بس انت بس من التوتر معرفتش تجيب إجاباتهم حاليا. فانت بقى اللي هو بقيت بقى الأسئلة مثلا اللي انت لقيتها ان هي صعبة جدا تقعد بقى ما بينك انت لحد الامتحان، وان شاء الله ربنا يكرمك وتعرف إجابتهم بس مع نفسك. أكيد انت في يوم الامتحان مثلا هتمشي مثلا مع واحد صاحبك مثلا، بس صاحبك ده انت عارفه ان هو بيوترك زياده عن اللزوم. صاحبك ده مثلا هو هيوترك زياده ويقعد يخوفك عن الامتحان وكده، بلاش تمشي معاه بجد. لان الامتحان انت لازم تكون هادي نفسيا وتكون عارف كويس ان انت رايح ان شاء الله، انت عملت كل اللي عليك، خلاص انا رايح، انا ان شاء الله هخرج كل المعلومات اللي عندي وربنا يوفقني واخرج وخلاص، هو امتحان وهيعدي وانا عملت كل اللي عليا. فانت مش محتاج حاجه تانية غير بس ان انت خلاص انت عملت كل اللي عليك. تاني نقطة وهي الغش. انت لازم تكون داخل امتحانات ثانوية عامة حاطط في بالك وفي نيتك ان انت مش هتغش حرف. حرفيا دي بتفرق كتير جدا، لان اوعى 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 تبدأ حياتك بخطوة فيها غش. النقطة اصلا الحرام دي ما فيهاش نقاش. بس انت تقولي دلوقتي طب ما معظم الناس اصلا بتغش في امتحانات ثانوية عامة الا من رحم ربي. هقولك يظل الحرام حراما حتى لو فعله كل الناس. يعني انت حتى لو لقيت كل الناس بتعمل كده، لو انت شايف ده ان هو صح، دينك قالك ان الغش ده حرام، يبقى خلاص انت ما تعملوش. حتى لو لقيت كل اللجنة حواليك بيغشوا بيعملوا كل اللي هم نفسهم فيه، بس انت برضو خليك برضو على مبدأك. اكيد ربنا مش هيساوي بواحد قاعد في اللجنة ونيته كلها متكلة على الله سبحانه وتعالى والتانيين متكلين على بعض وعلى اصحابهم. فالفكرة ان انت داخل الامتحان انت متوكل على الله سبحانه وتعالى. انا داخل الامتحان دلوقتي انا عامل كل اللي عليا باذن الله ومش هغش، خلاص انت عاوز ايه تاني اصلا؟ وان شاء الله ربنا يكرمك، لان اكيد ربنا ما بيضيعش تعب حد. يعني كان في موقف المستر كان حكاهولنا قبل كده، كان في طالب عنده كان شاطر جدا، ففي جه كمان اللي هو امتحان معين هو حل سؤال والسؤال ده كان الإجابة بتاعته صح، بس هو كان شاكك فيه، قام سأل زميله، قام زميله قال له الإجابة الغلط، فزميله الشاطر عملها للإجابة الغلط، فهو شك في نفسه أكتر فسأله سؤال تاني، فهو قال له الإجابة الصح، راح زميل الشاطر عملها الصح. فهي انت لو شفتها في نفس الحالتين، هو لو كان غش او ما غشش هو كان هيجيب نفس الدرجة، بس الفرق ان ده خده بمجموع حلال والتاني خده بمجموع لا يرضي الله. انت الوحيد المسؤول اللي بتحدد انت هتبدأ طريقك عامل ازاي. لا اما هتبدأ طريقك بما يرضي الله وعامل كل اللي عليك والحمد لله جبت درجة ايا كانت الدرجة دي، طالما انت عملت كل اللي عليك رضيت ربنا في الحاجة اللي انت بتعملها ونويت ان انت ما غشتش، يبقى خلاص مش هتفرق معاك اصلا درجة ولا كلية جاتلك ايه. فكل الأمر باختصار من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني انت لو رضيت وعملت كل اللي عليك مش هتبقى شايل هم اصلا مجموعك هيبقى عامل ازاي او هتدخل كلية ايه. دول الحاجتين بجد اللي هيفرقوا معاكم جدا لو انتوا نويتوا عليهم ان انتوا تدخلوا بيهم الامتحان. مش بقول كده ان حد مجبر ان هو يعمل كده، بس انا حابة اوجه نصيحة لانها بجد الغش نقطة مهمة جدا وبجد بتفرق قوي بالذات في الثانوية عامة مش في اي امتحان تاني. ودمتم موفقين ان شاء الله في الامتحانات، وان شاء الله ربنا يكبر بخاطركم جميعا.